حد بعت لي سؤال وقال لي إزاي إن أنا أقدر أعمل لينكات للشيتات عندي بحيث إن أنا أضغط عليها يبدأ يدخّلني على الشيت. في الفيديو ده جِبت لك طريقتين جامدين جدًا، والطريقة التانية أسهل وأسرع واحترافية. تعالوا بينا نشوف الطريقتين. أول طريقة معانا إن أنت تيجي تقف على أي خلية عايز تعمل فيها الlink، وبعد كده هتيجي عند insert، ومن insert هتيجي عند link أو رابط اللي هو هنا ده، الشكل ده. بعد كده يظهر معاك الشكل ده، تعالَ عند document الملفات، هيبدأ يظهر معاك الشيتات اللي موجودة جوّه الملف. تقدر تختار sheet بقى وتبدأ تنزّله، وهنا تقدر تغيّر الاسم وليكن مثلًا نخلّيه أحمد، نختار الsheet الأولاني ونقول له أوكي، هيبدأ يعمل لي link للsheet، لو ضغطت على الlink كده هيبدأ يدخّلني على الصفحة. تقدر تعمل الموضوع ده بقى link، لو أنت مثلًا عندك شيتات قليلة تقدر تعمل الموضوع ده وده هيبقى سهل. نيجي مثلًا نعمل الsheet التاني، فده هيبقى سهل بالنسبة لك لو أنت هتعمل شيتات قليلة بالشكل ده، اضغط على الsheet يبدأ يدخّلك على الsheet على طول. تعالَ بقى نشوف الطريقة التانية أسرع وأحسن لو أنت عندك شيتات كتير. الطريقة التانية هتيجي تقف على أي خلية بالشكل ده، وبعد كده هتيجي عند developer وهتختار visual basic اللي هو خاص بالأكواد. تعالَ عند insert أو إدراج واختار منها model بالشكل ده. ابدأ ضيف الكود اللي هاسيبه لك في أول تعليق. اخرج بقى كده، تعالَ عند الsheet اعمل insert واختار شكل الزرار اللي إحنا شايفينه ده، وابدأ اعمل زرار زي ما إحنا شايفين في أي مكان أنت عايزه. هيظهر معاك القايمة دي، حدد الكود اللي إحنا كتبناه وقُل له أوكي. تعالَ بقى اضغط على الزرار، هيبدأ ينزّل لك روابط للشيتات اللي موجودة عندك، ولو ضغطت على أي شيت منهم هيدخّلك على الشيت على طول زي ما إحنا شايفين كده.